السلام عليكم مشاهدين قناة ابن الجنوب. فد يوم من الأيام كنت في العسكرية في سنة 81، فحبيت أنقلها لكم هاي السالفة تستمتعون بيها وإذا حلوة على مدى استمر. فد يوم بالعسكرية جيت أنا جندي متأخر عن التعداد الصباحي ولحيتي طويلة، صار لي أسبوع من زينها. العريف شافني فرح وأخذني الجندي أنا للآمير، فأمشي وراه العريف وتوسل بيه. هاي آخر مرة سامحني بعد ما سويها والله. والعريف حتى ما نلتفت عليه. ووصلت يم الآمر، قال لي العريف ايش بيه هذا الجندي؟ قال لي العريف سيدي لحيته طويلة وما مزينها. الآمر سألني انت ليش ما مزينها لحيتك؟ قلت والله هذا العريف شاب وياي عداوة، والله مزينها لحيتي وشوفها. قلت للعريف، فالعريف مثل المهتدم. قلت للآمر، قلت له شوفها، شاف وجهي أم لا؟ باوع للعريف قال لك انت ما تشوف الرجال مزين لحيته؟ يلا ولي انت والجندة العذراء ولي. فشنو القصة؟ بالرجعة العريف سألني، قال لي والقرآن كانت لحيتك طويلة وشفتها بعيني، هاي راح يأكلها الدود. فضحكت وقلت له قول والقرآن ما تعاقبني. قال إلك الأمان والقرآن ما عاقبك. مدت ايدي بجيبي وطلعت ماكينة الحلاقة من جيبي وقلت للعريف انت تمشي وانا اصيح عليك وانت ما مقلد لي. فانا سحبت من جيبي الماكينة الحلاقة وامشي وراك وزينت لحيتي. ففاجأت العريف بها، فهو اغضب، فهو طاني وعد انه بعدين ضحك ومسكني وصرنا أصدقاء وأخوة. فإن شاء الله عجبتكم هذه القصة. خادمكم ابن الجنوب، هل تشجعوني أم تنصحوني؟ يبقى الخيار لكم.